احنا لا نقبل باي حال من الاحوال ان احد يسيء لآل خليفه واحنا ساكتين ما نرد عليه، وردينا عليهم، ونقاتل لعدم الاساءه لآل خليفه، ونقاتل لعدم الاساءه لكل الرموز بدول مجلس التعاون الخليجي، فما بالكم اذا جاءت الاساءه إلى أبونا وحبيبنا ورمزنا وشيخ نعتز فيه هو سمو الشيخ ناصر محمد من تلفزيون البحرين الرسمي. هذه يعني هذا جرح، وأنا أتوقع جرح البحرين يبرى، مو ما يبرى، ولكن لابد من هذا المذيع إذا كان لا يعرف بالسياسة نفس ما قالت الأستاذة فجر خلي يقدم أي برنامج آخر غير السياسة. إحنا لما نتكلم بالشأن البحريني لابد أن نعرف كل الشأن البحريني من شيوخه من مسؤولينه، ونعرف شلون نوجه الكلمة من غير إساءة ومن غير أن نجرح بأحد. معانا أم محمد من البحرين. هلا خيتي أم محمد. الو هلا، مساء الخير اخوي. هلا خيتي. اعتبر ان رموز الخليج كلها رموزنا، واحنا ما ننسى وقفه قناه سكوب معانا والاستاذ واجب، هذا واجب، وما نقبل ان انتم تكونون زعلانين. انا اثني على الكلام اللي قالته الاستاذه سميره رجب. هاي الخطا كان غير مقصود، المداخله كانت مداخله يمكن احنا ما نرضى فيها مثل ما انتم ما ترضون فيها. المذيع احتمال سهى او كان قاعد يجهز حق السؤال اللي عقبه، لكن احنا نعتذر لكم. والله ام محمد انا كمقدم برنامج المذيع كان مبسوط بالكلام اللي ينقال. انا كمقدم برنامج انا اعرف تماما الهوى شلون. انا بالهوى لو اتصال واحد ام محمد، لو اتصال واحد يجيني يسيء حق اي رمز من رموز آل خليفه والله ما خليه يتكلم ويكمل كلمته. نعم معك الحق اخوي، بس انت بعد لو تنتبه ان في كل شوي كان المذيع يقول ان احنا ما نرضى والكويت اخت شقيقه وما نرضى على رؤساء. ابو محمد وين وزير الاعلام عنه؟ هاي شيء احنا مفروغ منه. ليش راحت البحرين تبث سمومها على الكويت؟ انا اعتب على قناه الوطن، لان قناه الوطن هي اللي بدت هاي الموضوع، وهي اللي جابت اثنين يتكلمون عن الوضع في البحرين. يا ام محمد انا قاعد اتكلم ام محمد، أنا قاعد أتكلم قناة الوطن وغيرها من القنوات، هذه قنوات خاصة. أنا قاعد أتكلم عن جهاز رسمي يمثل دولة. صحيح. يعني الدولة قابلة إن رموزنا إحنا كسكوب دافعنا بشراسة وراح ندافع عن آل خليفة. إحنا قطاع خاص، ولكن هذيلا قنوات خاصة بكيفهم. إحنا قاعد نتكلم عن جهاز رسمي. صحيح. يا ام محمد هذا اللي يقطعنا، هذا اللي يعودنا. يمكن الخطا ان احنا ما نعتب على قطاع خاص. لكن احنا كيفهم قطاعات خاصه، كيفهم اللي يقولونه. هو هاي الشيء اللي احنا قاعدين نقول اخوي انت ما تسمعني. واحنا عندنا قنوات خاصه بالكويت وقفت وقفه مخذله ومخزيه مع البحرين، واحنا شاكرين لكم هاي الموقف طبعا. وانا ما لنا شغل، هذا خاص كل واحد يمثل وجهه نظره. فواز ما حد يرضى. وينك؟ صحيح اخوي. اعاده قاعد تطالعها بالاعاده. انا اللي متصله اقوله ان احنا كشعب البحرين، ويكون بعلمك يا ام محمد احنا دافعنا عن شيخة آل خليفه، دافعنا عن كيان آل خليفه طبعا، واحنا ما ننكر. انا قاعد وتخلون شيوخنا يتسبون بتلفزيون البحرين. وانا بديت لك وقلت لك ان احنا ما ننسى موقفكم. ام محمد اعاده الحلقه هي دليل ان الشيخ فواز يا انه راضي يا انه ما يدري ايش قاعد يصير بوزارته. زين اخوي تحب بتخليني اسوي مداخلتي؟ انت قاعد ما تسمعني. اي مداخله وينسب واحد انسان ما هو انسان طبيعي بالكويت، شيخ من شيوخنا. اي تبين اتكلم. واحنا مو راضيين اخوي. احنا يوم طلعت عندكم المعارضه بالدوار قلنا كلام ما انقال، وقلنا لهم تهبون وتخسون تمسون آل خليفه. الان تلفزيون البحرين يمس الشيخ ناصر محمد والشيخ فواز تعظيم سلام، يا انك نايم يا انك راضي. ورموزنا هم مو بس رموزكم، احنا نعتبرهم رموزنا. هم كل دول الخليج. كفو عليك يا ام محمد، بس هذا من الداخلي من الحره يا ام محمد. الا ولا تلفزيون البحرين تطلع منها الاساءه. انا ادري من الحره اخوي، بس انا قاعد اقول لك ان انا ما ابي ان احد يلعب على هاي الوتر ويسوي بيننا احنا بيننا وبين الكويت مشكله، او يسوي بيننا احنا وبين الكويت مثل ما تقول شرخ، لانه هاي الشيء ما حد يقبل ام محمد تلفزيون البحرين هو اللي فتح المجال، ما خلى واحد ما سب الشيخ ناصر،
هناك معارضة بالكويت لم تجد لها مؤيدين داخل الكويت، راحت البحرين وراحت من خلال منبر وزارة الإعلام تبث سمومها. وين المعارضة الكويتية يوم البحرين تئن وتبكي؟ وين المعارضة الكويتية اللي استقبلتوهم يوم البحرين قاعد تحترق نار وهم ما تحركوا ولا تكلموا، ناطرين النتائج عشان يتحركون؟ وينهم؟ هذا السؤال اللي اطرحه عليكم. اللي يحب البحرين يفزع لها من اول يوم، اللي يحب البحرين ايش قاعد يصير بوزارته او راضي على اللي قال. اخوي انا ما اقدر ادخل وياك في هاي المواضيع، انا كانت مداخلتي ان هذه احنا نقولها عن هاي الشيء انزين. والكويت على ام محمد اسمحي لي، ولكن المذيع البارحه الكلام اللي ما عليك انت استحسان بالكلام هذا اللي عورنا يا ام محمد. ما علي اخوي ما علي، بس سامحونا والقصد ما كان كذي، وان شاء الله يا ربي الامور كلها اليوم تتيسر. وانا بس حبيت ان انا ابين لكم ان احنا شعب البحرين مو قابلين هاي الشيء، واعتقد الدكتوره استاذه سميره كانت افضل مني يمكن ان هي توصل. نعرفكم تماما. انا حبيت ان انا اكد عليها. اوكي كفو يا ام محمد. بس يا ام محمد ترى العتب جرح داخل. ها انا والله يا ام محمد جرح داخل. هو يقول لك عاتب اللي تحبه. يا ابو محمد اللي قاعد يدشون مداخلات عندكم قاعد يسيئون للنظام ويبون قلب النظام بالكويت، واحنا هاي الشيء ما نقبل نفس اللي عندكم اللي صاير، هذول اللي قاعد يدشون عندكم للاسف يا ام. والله العظيم رمزنا يومين ينسب التلفزيون رمزي. امس انا طالع بحلقه وقاعد اشرشح المعارضه، قاعد طنز عليهم عشان يقولون حق الشيخ ناصر الرحل. اتفاجئ يومين متواصلين رمز من رموزنا بالكويت سمو الشيخ ناصر محمد، يعني تلقينا ضربات وطعنات بالهبل دفاعا عن رموز البحرين، وراح نظل ندافع عن البحرين وعن رموزها. وهذه الحركه لا يمكن ان تهزنا ولا راح تغير موقفنا عن آل الخليفه، ولكن مو معناته نسمح بتلفزيون رسمي يصير منبر لهم. اعطوني وكر حراره. والله عوار، والله العظيم عوار بالقلب يا جماعه ورب الكعبه.